مشاهدي الوطنية الثانية، مرحبا بكم مجددا. قاعة الرائد البجاوي بصفاقس تتواصل التغطية المباشرة لفعاليات الجولة الثالثة لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني ألف للكرة الطايرة. كنت تابعت انطلاقا من الساعة الثالثة اللقاء في المباشر بين النادي الذي الصفاقسي وضيف فريق نادي مولدية بوسالم، والتفوق كان للفريق الضيف المولدية بثلاث أشواط مقابل صفر على النادي الذي الصفاقسي. الآن سنتابع مباشرة مرة أخرى على القناة الثانية لقاء ثاني في هذه الجولة الثالثة لمرحلة التتويج بين الاتحاد النقل بصفاقس وضيف الترجي الرياضي التونسي. لقاء آخر إن شاء الله يكون فيه تشويق، لأنه الحقيقة اللقاء الأول ما كانش مشوق كثير. شاهدنا يعني ربما فريق كان ملتزم يعني ولعب المباراة كما يلزم، ولكن شاهدنا النادي الصفاقسي مش في احسن حالاته، مش في احسن ايامه النادي الصفاقسي في هذه الفتره. هيك علاش النتيجه كانت 3 اشواط مقابل صفر لفريق مولدية بوسالم على النادي الرياضي الصفاقسي. اذا اللقاء الثاني كما قلت اتحاد النقل يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وانا باش يكون عندي ضيوف كذلك خلال هذه المصافحه المباشره مع المدربين المساعدين لكلا الفريقين. البدايه بسي حسين السعيدي المدرب المساعد للترجي الرياضي التونسي. وانا نحكي ونقدم منذ قليل قلت ما فماش برشا تشويق، الحقيقه احنا ولينا نلوجوا على التشويق والحماس في الكره الطايره. والله صحيح كلامك صحيح. ان شاء الله المباراه هذه نشوفوا فيها مستوى نتاع كره طايره محترم. ان شاء الله الفريق نتاع اتحاد النقد بصفاقس فريق محترم فيه شبان عندهم امكانيات طيبه. الترجي الرياضي التونسي غني على التعريف، دي جوار كونفيرمي. ان شاء الله نشوفوا مباراه نتاع كره طايره في قيمه الحدث. احنا اليوم في الجوله الثالثه عندكم جولتين زوز انتصارات بالنسبه للترجي، واليوم المباراه الثالثه امام فريق الحقيقه يعني عنده كذلك بعض العناصر الجيده، خاصه وانه فريق على مستوى التكوين جيد جدا اتحاد النقل. والله كما قلت لك فريق محترم، فريق كما نقولوا نحن بيبينيير هذه الاتحاد النقل بصفاقس. في صفاقس تشوف اللاعبين توا براتيكمون نتاع في المنتخب فيهم برشا من الاتحاد النقل بصفاقس. ان شاء الله نحن نحققوا الانتصار الثالث على التوالي ونحضروا مباراه الاطوال بالماتش هذايا ان شاء الله. 8 تتويجات على التوالي، بطوله وكاس. لشنو مازال يصبح الترجي في تونس؟ للتاسعه ان شاء الله باذن الله، التاسعه على التوالي ان شاء الله. شكرا لك اذا حسين، يعطيك الصحه، ان شاء الله حظ سعيد وشانس. وطبعا هذا الفريق الضيف. تو باش ناخذوا الفريق المحلي سي اشرف اللحياني المدرب المساعد بالنسبه لاتحاد نقل بصفاقس. مباراه دائما يعني امام الترجي الرياضي التونسي ديما تكون مباراه فيها الحافز يعني. بالطبيعة مباراة ضد بطل تونس 8 سي، نحاولوا نلعبوا على مستوانا، واهم حاجة بالنسبة لنا احنا حققنا الاهداف نتاعنا اللي هما وصلنا لمرحلة التتويج. تو بالنسبة لنا نحاولوا نلعبوا كل ماتش بماتشو، ونحاولوا نأديوا اللي علينا في كل ماتش. لعبتوا زوز مباريات الان في مرحلة التتويج، زوز هزايم. كيفاش تشوف يعني المباراة خاصة اليوم مع فريق يعني قوي الترجي الرياضي التونسي؟ صعب يعني فريق صعب المنافسة. والله المنافسين الكل في المرحلة هذه بالنسبة لنا احنا يتسموا صعب. احنا مش نحاولوا نلعبوا على مستوانا، بالنسبة لنا كل شيء مكسب للجوارات نتاعنا، خاطر مرحلة التتويج أول مرة اتحاد النقل يطلع لمرحلة التتويج، باش نحاولوا نلعبوا على مستوانا، ولما لا نحاولوا نعملوا مفاجأة اليوم إن شاء الله. الفريق كامل العناصر يعني كاملين ان شاء الله، ما عندكمش غيابات اليوم؟ قدرة ربي كنا كاملين ان شاء الله. ثم اصابه نتاع لاعب ولا اثنين، اما اللي حاضر يززي ان شاء الله بقدرة ربي. شكرا اذا اشرف اللحياني المدرب المساعد في فريق اتحاد النقل بصفاقس. اذا باش تبقاو معنا الان لمتابعه هذه المباراه مشاهدينا الكرام على القناه الوطنيه الثانيه بين الاتحاد النقل بصفاقس والترجي الرياضي التونسي. حبيت نعطي عنوان لهذه المباراه، هي مباراه تجمع فريق مكون ان كلوب فورماتور بامتياز اللي هو اتحاد نقل بصفاقس، وفريق التتويجات بامتياز اللي هو الترجي الرياضي التونسي، خاصة على المستوى الوطني. 8 بطولات وكؤوس، يعني 8 ثنائيات متتالية في 8 مواسم متتالية بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله نتابعوا مباراة فيها حماس وفيها تشويق بين الفريقين. مرة أخرى منصف بالعايبة معايا على مستوى التحليل الفني لهذه المباراة. سي منصف مرحبا بك من جديد. مرحبا سي حافظ. اليوم ان شاء الله نشوفوا يعني مقابله يعني جيده بين مدرسه اللي هي مدرسه التكوين هي اتحاد النقل بصفاقس، ومدرسه التتويجات زاد كيف الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله نشوفوا يعني مقابله حيه باهيه.
والاجدر بطبيعه الحال هو اللي باش ينتصر، ولكن امنياتنا اللي كنا نشوفوا يعني مقابله فيها كره طايره تونسيه، يعني كره طايره جيده. بالفعل إذا مرة أخرى نرحبوا بمشاهدينا الكرام طبعا في متابعة هذه المباراة. تحية كذلك سي منصف، يعني ماراثون اليوم تاع مقابلات في قاعة البجاوي بعد لقاء السي اس اس والمولدية. وانا منذ قليل مع مدرب الترجي قلت له نبحثوا على الاثاره ولينا والتشويق، لانه الحقيقه غابت شويه الاثاره في لقاءات الكره الطايره بالمقارنه مع السنوات الماضيه، لانه ترجي ولا في باليه وبقيه الفرق تراجع مستواه، خاصه المنافسين المباشرين يعني ما عادش في مستوى كبير. فما يظل لي مشروع نتاع تشبيب. فما بالنسبه للفرق هذه نحكي على النادي الصفاقسي، نحكي على النجم الساحلي، نحكي على الاولمبي القليبي، بعض المدارس اللي هي الان كما قلت يعني مردود نتاعها تراجع على مستوى البطوله. شيء يعمل كيف انت عجبتني كلمه بكريكه نتاع فريق التكوين اي وفريق يعني التتويجات. ماني قاعد نلوج على عنوان معناها عنوان في المباراه، لان هي مباراه تجمع فريق مختص في التكوين، يعني يقولوا اي اس تي اس يعني الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس من زمان يعني تو نحكيو من بعد على الاساطير نتاع الكره الطايره اللي خرجهم الفريق نجوم كبيره في الكره الطايره، من بينهم انت سي منصف ابن ومكون كذلك في اتحاد النقل بصفاقس بفريق التتويجات اللي هو الترجي التونسي بامتياز 25 بطوله. يعني كي نحكيو حتى على مستوى كان مش ندخلوا شويه في الارقام اللي قدمهم لنا سيد احمد بوساق، نوجه له تحيه في هذا النقل الرياضي المباشر. 25 بطوله للترجي الرياضي التونسي. الفريق الثاني من بعده عنده 11 اللي هو النادي الصفاقسي. باش تعرف يعني فريق منظم ترجي، ايوه فريق عنده برشا تتويجات على مستوى الكره الطايره، خاصه في المواسم الاخيره كما كنت تحكي منذ قليل في الدوبلكس، يعني 8 ثنائيات متتاليه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في سيطره نجم نقولوا مطلقه في السنوات الاخيره في بطوله الكره الطايره. في المقابل زاد فما سيطره اخرى يعني بالنسبه لاتحاد النقل بصفاقس في الاصناف الشابه، لانه اليو اس تي اس توج باللقب في كل الاصناف الشابه في الموسم الماضي، التتويج بالثنائي في صنف الاواسط وبالبطوله في بقيه الاصناف الاصاغر والمدارس والبنجما، كلهم خذاوا البطوله، وهذا يعطي فكره عن قيمه واهميه العمل القاعدي اللي يقوم به اتحاد النقل بصفاقس. انطلاقا المباراه الان المشاهدين الكرام، انطلاق اللقاء هنا في قاعه البجاوي بين اتحاد النقل والترجي الرياضي التونسي. نعطيكم فكره عن تشكيله الفريقين. الترجي الرياضي التونسي القائمه الكامله: خالد بن سليمان، مروان البرابط على مستوى التوزيع، نبيل الميلادي، سليم المباركي، محمد مهدي العياري في وسط الشبكه. في المركز 4 الياس قرمصلي، الياس بوعشير، محمد علي بن عثمان، مالك شقير. وفي اللوبوزي مركز 2 حمزه نقا، محمد بن يوسف، خليل الصغيري. وفي الليبيرو طيب القربصلي ومالك بن مبروك. اذا انطلاق المباراه هنا، والنقطه لصالح الترجي الثانيه الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس: ياسين القليوي ومحمد امين الشعري على مستوى التوزيع، ثم بقيه اللاعبين: سلاحة طرابلسي، راسم كسوده، قصي بن سالم، عزيز بن الحوريه، عزيز طرابلسي، سفيان شعبان، ادم بن جامع، الياس نسيري وفراس الشابي، ثلاثه هذم في مركز 4. ابراهيم قساره ومعاه سلاحة طرابلسي في مركز 2، والليبيرو يوسف الشعري وعمر الغراب. هذه القائمه الكامله كذلك بالنسبه لفريق اتحاد النقل بصفاقس. 3-0 لصالح الترجي. اشرف بن سالم هو مدرب اتحاد النقل بصفاقس، هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي التونسي، والتحكيم امين عزتين حكم اول، زياد الجلولي حكم ثاني، على الخط محمد سلمان بن منصر ومصطفى ويلي، وعلى المستوى طاوله الميقاتيين نجيب الحشيشه ومبروك الطرابلسي. وهذه كره لصالح الترجي الرياضي التونسي اللي متقدم 3 نقاط مقابل 0. ترجع الكره من جديد لاتحاد النقل بصفاقس، وجدار الصد ينجح جدار الصد امام اللاعب ادم بن جامع. والنقطه الرابعه 4-0 في بدايه المباراه. فريق الترجي الرياضي يعني نزل بالفريق الاساسي نتاعو، يعني متواجدين في الملعب. نوعا ما زالت الرهبه بالنسبه لاتحاد النقل بصفاقس يعني كبدايه المقابله،
نوعا ما هذاك علاش المدرب اشرف بن سالم يعني خذا يعني وقت مستقطع الاول باش يعاود يفيق الفريق، يعني خاطر شايفهم يعني مرتبكين يعني كبدايه. تعرف انت اتحاد النقل يعني الهدف نتاعو اللي كان مسطر له هو يطلع يعني في البلاي اوف، وصل للبلاي اوف، لكن تو يلزم على الاقل يحاول باش يستفيد وباش يلعب المباريات كل اللي هو يعني استفاده. اذا انتهى الوقت المستقطع وتعود المباراة. هذا سليم المباركي امامكم على الصورة. ارسال ارسال للترجي الرياضي التونسي بن يوسف، يتنفذ الارسال والكرة لاتحاد النقل، والنقطة الأولى لاتحاد النقل في هذه المباراة. 4-1 للترجي الرياضي. والإرسال يتنفذ الإرسال والكرة ترجع سهلة للترجي الرياضي، كان عن طريق عزيز الطرابلسي. منطقة خلفية بايب يعني المنطقة الخلفية 5-1 لفريق الترجي الرياضي التونسي، كما قال سي منصف يعني بتشكيلة مثالية بالنسبة للترجي الرياضي. هذا إرسال والكرة تعود لاتحاد النقل. النقطة الثانية 2-5. يمشي لتنفيذ الإرسال اللاعب صلاح الطرابلسي. صلاح الطرابلسي إرسال قوي. خالد بن سليمان في التوزيع، ترجع الكرة لصالح الترجي والممتازة. الياس بوعشير هو صاحب الكرة الأخيرة. الإرسال يمشي سليم المباركي. تشوف يعني الترجي يعني انضمام اللاعب السنتر بلوك الميلادي يعني عنده مدة كان غايب على التشكيلة الأساسية. يتنفذ الإرسال والكرة قوية الكرة خارج الميدان من سلاح الطرابلسي. قلت يعني كون الترجي الرياضي يعوض الميلادي خذا مكان بالقاضي. القاضي يعني ما نشوفش فيه يعني في التشكيلة الأساسية موجود. لا غير موجود في التشكيلة بالقاضي، مش موجود يعني الميلادي خذا ان شاء الله يكون مانع خير. الكرة لصالح الاتحاد النقل. النقطة الثالثة 3-7 سريع من المنطقة الوسطى بالنسبة للاتحاد النقل بصفاقس. خالد بن سليمان على مستوى التوزيع في الترجي الرياضي. سليم المباركي، الياس بوعشير، محمد علي بن عثمان، محمد بن يوسف، وطيب القربصلي كاليبيرو بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي. النقطة الثامنة 8-3. شوف يعني الترجي الرياضي يعني كيما اللاعبين الاحتياط كيما اللاعبين الاساسيين يعني تقريبا يعني اي عنصر باش يغيب العنصر الثاني في مقدوره باش يعوضه. الارسال للترجي الرياضي يتنفذ الارسال قوية. خالد بن سليمان قوية من خالد بن سليمان يعني الارسال القوي، ارسال مباشر معنا. يعود نفس اللاعب خالد بن سليمان الارسال للترجي الرياضي التونسي، ما يتعداش الارسال، والنقطة لاتحاد النقل. يمشي لتنفيذ الارسال اللاعب قصي بن سالم. يتنفذ الارسال موجه والجدار السد ينجح. جدار السد هجوم من طرف الميلادي من وسط الشبكه. الكره كانت البرة، اذا النقطه لصالح الترجي 10. تنفيذ الارسال ولكن ما يتعداش.
5 مقابل 10. ارسال بوعشير يعني كان على الشبكه تعداش. يعود الارسال اذا لفريق اتحاد النقل بصفاقس. يتنفذ خالد بن سليمان قصيره يلعب مع الميلادي، نبيل الميلادي على مستوى وسط الشبكه. 11 مقابل 5، 6 نقاط فارق. هذا نبيل الميلادي اللي يعوض بالقاضي، والكرة خارج الميدان من جدار السد. يتنفذ الارسال من الميلادي ما يتعداش. 6 مقابل 11. هو يمشي للارسال راسم كسوده. يتنفذ الارسال قوي من راسم، والنقطة 12 للترجي الرياضي. الترجي الرياضي قاعد بن سليمان قاعد التركيز على من وسط الشبكه تقريبا، كما على الميلادي كما على المباركي، اكثر كرات خالد بن سليمان. 12 مقابل 6، بداية قوية للترجي الرياضي التونسي. يتنفذ الارسال وتتعدى الكرة. نقطة 13 مقابل 6. قبل هذه الجولة الترجي الرياضي يحتل طليعة الترتيب في مجموعة التتويج ب6 نقاط بانتصارين في الزوج جولات الأولى أمام الأولمبي القليبي 3-1 وأمام النادي الصفاقسي 3-0. في المقابل اتحاد النقل يحتل المرتبة الأخيرة بدون نقاط ب0، باعتباره انهزم في زوج مباريات متتالية أمام سي اس اس في الجولة الأولى 3-0 وأمام ليتوال في الجولة الثانية كيف 3-0. وهذا اللقاء الثالث أمام الترجي. الكرة لليو اس تي اس والنقطة. الكرة كانت من آدم بن جامع. النقطة 7-13 والإرسال يمشي اللاعب عزيز الطرابلسي. ارسال ها يتنفذ الإرسال والخارج الميدان 14-7. للترجي الرياضي التونسي. بن عثمان الارسال. بن عثمان اذا ينفذ الارسال والنقطة لاتحاد النقل. النقطة الثامنة لاتحاد النقل عن طريق الطرابلسي، سلاح الطرابلسي. يمشي هو نفس اللاعب لتنفيذ الارسال، عنده كرات ساحقة حتى الارتقاء نتاعو جيد الحقيقة. ارتقاء عالي بالنسبة لهذا اللاعب اللي امامكم. سلاح الطرابلسي ينفذ ارسال ضرب خلفي، ضرب خلفي زاد. ترجع الكرة مباشرة وخارج الميدان. النقطة 15 مقابل 8، 7 نقاط فارق في الشوط الأول. يتنفذ الارسال للترجي الرياضي سليم المباركي، ثم الكرة بن جامع يضرب على جدار السد، ترجع من بن عثمان خالد بن سليمان، وقوية الكرة للترجي عن طريق محمد بن يوسف. منطقة خلفية. اي محمد بن يوسف ينجح. النقطة 16 مقابل 8. شوفوا الإعادة الكرة بن سليمان منطقة الخلفية بن يوسف. هذا يتسمى معوض يعني نقة بن يوسف، هذا المعوض نتاع اللاعب نقة موجود في الاحتياط. اي ويلعب محمد بن يوسف قاعد يطور اللاعب يعني قاعد يتحسن، قاعد يطور اوبوزي في المركز 2. هو خالد بن سليمان يعني الاوبوزي نتاعو. اي الوقت المستقطع يطلبوا مدرب اتحاد النقل اشرف بن سالم. وطبعا 8 نقاط فارق في هذا الشوط في اللقاء. يعني الترجي الرياضي التونسي طبعا عناصره الكامله اللي عندها خبره كبيره على مستوى الالقاب، يعني تقريبا كل لاعب عنده القاب في الترجي الرياضي التونسي. وهذا ارسال قوي من سليم المباركي
والتوزيعه وجدار السد ينجح جدار السد امام سلاح طرابلسي. سلاح طرابلسي رغم المجهود اللي قام به، ولكن جدار السد كان قوي، جدار قوي. اي رجع نشوفوا رجع الكره. هذه الاعاده وشوفوا الميلادي والبوعشير. الارسال والنقطه 18 مقابل 8. 10 نقاط فارق. 18-8 لصالح الترجي الرياضي. يخرج اللاعب سلاح طرابلسي وكذلك الموزع ياسين القليوي. يدخل اللاعب ابراهيم قساره. المعد الثاني هذا؟ لا، هذا اللاعب مركز اثنين ابراهيم قساره. محمد امين الشعري. المعد الثاني هو محمد امين الشعري. يتلعب الارسال مره اخرى من المباركي، لكن هذه المره خارج الميدان. النقطه 9 لفريق اتحاد النقل بصفاقس. فريق عريق جدا في الكره الطايره. اليو اس تي اس مول المنتخب الوطني وعديد الانديه الكبرى باسماء لامعه جدا في رياضه الكره الطايره. هذه كره ونقطه جديده لفريق الترجي الرياضي عن طريق بن عثمان. 19-9 محمد علي بن عثمان، وواحد كذلك من ابرز اللاعبين. اي عنده خبره كبيره هذا اللاعب. شوفوا النقطه الاخيره 19 مقابل 9. يرجع الارسال للترجي والتوسيع والنقطه. الموزع محمد امين الشعري. ياسن سيري يعني هجوم رقم 5. لا، رقم 5 وابراهيم قساره يدخل منذ قليل. هو سحب له، شوفوا سحب النقطه. اي من مركز 2. 19-10 دائما للترجي الرياضي. والكره من محمد بن يوسف. النقطه 20. يعني الترجي يعني قاعد يلعب يعني بجديه، يعني استقبال يعني جيد، توزيع يعني منظم، فريق متكامل يعني. الارسال لصالح الترجي عن طريق اللاعب الياس بوعشير. والنقطه 21. ارسال هجومي قوي معناتها. بوعشير نفس اللاعب. الارسال الهجومي هو طبعا المجازفه دائما. ارسال مره اخرى قوي جدا. والكره قساره ما ينجحش هذه المره. ينجح دفاع الترجي خالد بن سليمان. والكره تجيب لا، خارج الميدان. النقطه 11-21. النقطه 11-21. اي 10 نقاط دائما فارق. والشوط الاول يتنفذ الارسال من ابراهيم قساره. عمليه اسقاط الكره من نبيل الميلادي. النقطه 22 مقابل 11. هذا هو نبيل الميلادي. سنتر بلوك. اي ابن الهواريه ينفذ الارسال. و شفناها في المباراه الاولى او نشوفوها الان من موزع اليو اس تي اس محمد امين الشعري. قال فرصه معناتها الكره الثانيه بدون بلوك، يعني بدون بلوك يعني على طول. اذا 12 مقابل 22. يتنفذ الارسال من اللاعب رسم مكسوده. ترجع الكره وجدار السد ممتاز. جدار السد ثلاثي هذه المره. اي ثلاثي جدار السد ينجح في هذه الكره. النقطه 13 لفريق الاتحاد النقل في هذا الشوط الاول. الارسال يتنفذ. ارسال قوي. ترجع الكره مباشره لاتحاد النقل. والنقطه هذه المره من ادم بن جامع
بعد ارسال ممتاز من رسم كسوده رسم اللاعب كسودة، رقم 10. إيه. اذا هو سهل مهمه الفريق نتاعو. النقطه إرسال قوي. 14 22 14 مقابل 22. نفس اللاعب في الارسال كسوده تعداش هذه المره، ما تتعداش الكره والارسال يرجع والنقطه للترجي 23 14. بن يوسف على الارسال. محمد بن يوسف. ارسال محمد بن يوسف ينفذ الارسال والكره ترجع من كسوده ثم سهله من بالجامع. خالد بن سليمان قصيره يلعب الكره والنقطه. النقطه رغم اللي كان البلوك الاتحاد النقل بصفاقس فايق معناتها، لكن مهاره سليم المباركي يعني شوفوا كانت أقوى. اللقطه قويه. اذا 24 ونقطه الشوط الاول في هذا اللقاء الثاني بين الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس والترجي الرياضي التونسي. التوزيعه والكره تجيب نقطه. توزيعه كانت من محمد امين الشعري والنقطه من عزيز الطرابلسي. يعني هما زوز اشقاء الحقيقه. ساعات يغلطون على مستوى التشابه، عزيز وسلاح. واحد سنتر بلوك والاخر يعني ضارب خلفي. اي واحد رقم 7 وواحد رقم 2. اي هذا عزيز صاحب الارسال والكره خارج الميدان والنقطه 25 مقابل 15. نهايه الشوط سي منصف ب10 نقاط فارق، والفارق كذلك واضح حتى بين الفريقين. يعني على المستوى الفني ترجي كما قلت يعني ممتاز في كل شيء، على مستوى التوزيع، في الكونتر، في تنفيذ الارسالات، فريق قوي طبيعة الحال. يعني الترجي بالمقابلات هذه ما يلعبش، يعني اللي يعطي اللي عنده، اللي ما ينظرش كل الفريق اللي قدامه. اللاعبين اللي لعبوا زاد كما الاحتياط كما الاساسيين، يعني نشوفوا القرمصلي غير موجود، القاضي غير موجود، حمزه نقع على البنك. لكن الفريق الترجي اللاعبين الاخرين يعني موجود، قاعد يلعب، الافكتيف موجود وحتى على المستوى النوعيه معناها بالطبيعه قاعد يلعب. اتحاد النقل مازال ما نعرفش، ما دخلش في المقابله، اسم كبير قدامه يلعب الترجي. اتحاد النقل اللاعبين صغار شبان ولكن عندهم يخافوا نوعا ما شوي، ولكنه تاريخيا عريق اتحاد النقل ديما يقعد عريق. الفريق اللي تاسس سنه 1963 ويعني 42 سنه تو في البطوله الوطنيه للكره الطايره في الديفيزيون ناسيونال، يعني موجود حتى من 66 67 حتى الى يومنا هذا موجود دائما في القسم الوطني. عنده مره برك لقب البطوله، لا حتى بالمره نزل القسم الثاني. اي اما عنده لكن رجع اول بطوله. اول بطوله كانت 1972 كانت في صفاقس بالنسبه لليو سي اس. 3 ادوار نهائيه زاد كيف الكاس، وثلاثه مرات يعني ياخذ 4 مرات ياخذ المرتبه الثالثه في تاريخ البطوله. الحقيقه كانت فتره ذهبيه نجم نقولوا، وفتره كبيره يعني من حتى على المستوى الاسماء، وانت تعرف اكثر مني سي منصف. هي فرصه مادام احنا فيما بين الشوطين ومش برشا يعني ننقلوا لقاءات الفريق الاتحاد النقل باش نعطيو فكره حتى عن بعض الاسماء. سي محمد الطرابلسي على مستوى التسيير في فتره من 88 حتى ل 2007 لانه سير في عديد الفترات. يعني اسم يظهر لي خلى بلاصتو سي محمد طرابلسي. كذلك علي بوصرصار يعني اسطوره الله يرحمه من اساطير الكره الطايره. سي احمد السلامي كذلك المدرب الله يرحمه اللي هيكل الفريق. فؤاد كمون تعدى زاد في التسعينات. عز الدين بوزيد على مستوى التسيير كان موجود كذلك. يعني برشا اسماء ساهمت في تكوين طبعا هذا الصرح الكروي بصراحه. يعني اتحاد النقل الصفاقسي يعني وانا قلت على الاساطير والنجوم نحكي على لي بوصرصار مثلا، بوصرصار عبد العزيز ورشيد وعلي والهادي بوصرصار، يعني اسماء كبيره في كره الطايره التونسيه. كل راهو من ابناء الملاعب الخارجيه راهو. وقتها قبل كانت ملاعب خارجيه، اتحاد النقل صفاقس كان عنده الملعب الخارجي في دار الشباب بصفاقس، مش مغطى معناها، مش مغطى. ما ننساوش كذلك معناها الجيل اللي جاء من بعد. طبعا انطلاق الشوط الثاني ساعه بالنسبه للمباراه
انطلاق الشوط الثاني. اي كاين الاتحاد النقل يعني باش يتحمسوا نوعا ما شويه، هم خاسرين حتى شيء، هم بالعكس استفاده كي يلعبوا مع الترجي استفاده كبيره. اي كل لاعب يحاول باش يطول المقابله، يطولها ما يقصرهاش. هو الحقيقه الهدف الاول والاسمى هو الترشح للبلاي اوف، بالبلاي اوف باش الفريق يلعب مرتاح يعني. أي. وهذه كره ممتازه في وسط الشبكه، سليم المباركي. التعادل 1-1. انطلاق الفتره الثانيه تقريبا بنفس الاسماء سي منصف، نفس الاسماء نفس امامنا الموزع خالد بن سليمان، وبقيه الاسماء نفس التشكيله نتاع الشوط. بوعشير، بن يوسف، المباركي، الميلادي، ولا طيب القربصلي على مستوى الليبيرو. هذا ارسال للترجي الرياضي التونسي، كيف السداسي بالنسبه لفريق اتحاد النقل. هذه كره والنقطه لاتحاد النقل، النقطه الثانيه يمشي لتنفيذ الارسال اللاعب سلاح طرابلسي. يعني واحد في الدفاع، اخوه في جدار الصد في الهجوم. اي سلاح طرابلسي مركز 2. وعزيز وسط شبكه. التعادل 2-2. يرجع الموزع ياسين القليوي بالنسبه لاتحاد النقل في الشوط، والبقيه تقريبا هما نفسهم اللاعبين يعني بنفس التشكيل. ترجع الكره اذا من قليوي وقويه من اللاعب ادم بن جامع. الكره تعود بالارسال. في الشوط الاول شاهدنا ياسين القليوي، وكذلك شاهدنا الموزع الثاني محمد امين الشعري. ايوه كمل الشوط يعني الثاني. التعادل 3-3. وفي توا ياسين القليوي ابن بومهل، والارسال عند اتحاد النقل. التعادل 3-3. يمشي اللاعب ادم بن جامع لتنفيذ الارسال. ارسال هجومي قوي مباشر. النقطة الرابعة. 4-3. ممتاز الارسال قوي جدا من هذا اللاعب. الشبكة معناتها غيرت الاتجاه نتاع الكرة. نفس اللاعب اذا ينفذ الارسال مرة أخرى لفريق اليو اس تي اس. ادم بن جامع. ادم بن جامع. ارسال قويه من برا 4 التعادل. 4-4. التعادل في الشوط الثاني جيد يعني كبدايه باهيه. خالد بن سليمان كيف عنده ارسال صعب، يلعب الكره. التوزيع من القليوي ويضرب على جدار السد اللاعب عزيز طرابلسي على جدار السد. والنقطة الخامسة 5-4. ويمشي لتنفيذ الإرسال عزيز طرابلسي. التوزيع من خالد بن سليمان بوعشير، ولكن موجود القليوي. والتوزيعة كرة قوية ولكنها خارج الميدان من سلاح طرابلسي. التعادل 5-5. التعادل من جديد 5-5. بوعشير على الارسال بالنسبه للترجي. هذا بوعشير، الياس بوعشير. كرة ترجع مباشرة سهلة للترجي الرياضي. خالد بن سليمان وبن عثمان ينجح يعني يحب مثل هذه الكرات، مش عالية كرة. هو كلاعب يعني يمتاز بالسرعة، الضرب الهجوم تاعو سريع، يحبذ الكرات هذه لانه يغلط بها وهو سريع، هو حتى في ضربه سريع. 6-5 للترجي الرياضي. تنفيذ الارسال قوية، ارسال مباشر صعيب
من شوف الياس بوعشير. الارسال بين مركز 6 و1 يعني في الوسط يعني بيناتهم. لاعب ممتاز هذا الياس بوعشير، مركز 4، يقدم في مباراة طيبة مع الترجي الرياضي في هذا اللقاء. الياس بوعشير يلعب الارسال مرة أخرى، ينجح. النقطة الثامنة، 8 مقابل 5. يبقى نفس اللاعب على مستوى تنفيذ الارسال. وقت مستقطع بالنسبه لاتحاد النقل بصفاقس، وقت مستقطع. اشرف بن سالم يعني يلتز باش ياخذ الوقت مستقطع بتاعه على الاقل باش يطيح الريتم نتاع الترجي. اشرف بن سالم هو لاعب سابق في الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس، و يعني يعتبر مدرب واعد. اي ساهم في تكوين العديد من المواهب الشابه في فريق اتحاد النقل، حتى في نادي الصفاقسي وفي نادي الصفاقسي، وقاد المنتخب التونسي تحت 18 سنه الى الفوز باخر بطوله افريقيه للذكور. المدرب عنده مستقبل، عنده مستقبل كبير. نعرفه شخصيا، هذا نعرفه شخصيا يعني. وهو واحد من الاسماء سي منصف اللي كشف عليه من الاتحاد الدولي للكره الطايره. يعني القائمه اللي كشفها، القائمه اللي فيها معناها اعتراف برياضيين كرموز بارزه في الكره الطايره. اي منهم من الاسماء اللي موجوده في تونس، منهم هذا المدرب اشرف بن سالم. اذا ينتهي الوقت المستقطع 8 مقابل 5، والكره ترجع خارج الميدان من الموزع ياسين القليوي، خرج الميدان. قويه شويه النقطه التاسعه. اي الدوزاج ما كانش. هذا خالد بن سليمان كان امامكم الموزع الترجي التونسي، ويبقى في الارسال على بوعشير. بوعشير في الارسال، يلفت والكره تعود لسلاح طرابلسي، يرجعها سهله للترجي. خالد بن سليمان قصيره مع الميلادي، ينجح. والنقطه العاشره. ارسال ما فيش حل معناتها بالنسبه لبوعشير، معناتها ارساله قوي موجه. الكرة تعود، شوفوا هذه اللقطة الأخيرة والنقطة من الميلادي. تعود الكرة من جديد لصالح الترجي التونسي عند نفس اللاعب بوعشير، ينجح مرة أخرى. اللاعب في الاستقبال، لاعب اليو سي اس، يعني يلعب على نفس اللاعب، يخرج يعوضوا لاعب آخر. اللاعب أدب بن جامع، ويدخل مكانه في راس الشابي. اي لاعب استقبال، على الاقل استقبال. 11 مقابل 5. لعب على نفس اللاعب، نجح 3 مرات بوعشير، وطبعا المره هذه الثالثه غيروا المدرب، يعاود يلعب الارسال نفس المكان. خارج الميدان 12-5. ارسال لاتحاد النقل 12 مقابل 6. الحقيقه كانت النتيجه. ياسين العليوي ارسال يعني كان على الشبكه، ارسال خطا. تغيير في الترجي الرياضي. سليم المباركي يخرج يدخل مكانه اللاعب رقم 12 مهدي العياري ابن الترجي الرياضي التونسي. اي والكره ترجع من دفاع الترجي محمد بن يوسف وبن عثمان، لكن الكره ما زالت للاتحاد النقل. النقطه من سلاح طرابلسي، النقطه السابعه. 7 مقابل 12. 7 مقابل 12. تغييرات بالنسبه، يدخل مهدي العياري. هشام الكعبي يعني يعطي فرصه للاعب شاب صغير هذا العياري كسنتر بلوك ابن الترجي. خالد بن سليمان، والكرة تضرب في جدار السد، ترجع للاتحاد النقل، ومرة أخرى تضرب في جدار السد وتخرج. سلاح طرابلسي ممتاز هذا اللاعب، حركي ناشط يعني على مستوى الهجوم، ارتقاء جيد، كرات قوية. يعني بعض النقاط سجلها 8 مقابل 12. شوفوا الإعادة، يضرب على جدار السد والكرة بعيدة خرجت. يقفز عالي وقوي. هذا الارسال راس مقصوده، كيف ارسال صعب. خالد بن سليمان
والكره ترجع من جدار السد. بن سليمان في التوزيع قصيره وممتازه مع مهدي العياري. هذا اللاعب اللي دخل مكان المباركي يسجل النقطه 13 مقابل 8. امامكم الموزع وصلاح الطرابلسي. هذه الاعاده كره على مستوى وسط الشبكه ومحمد بن يوسف لاعب نادي الاولمبي القليبي. صحيح. والكره ترجع من جديد من راس مقصوده سهلة. خالد بن سليمان يلعب الكره ولا يرجعها الدفاع. ترجع الكره من جديد سهله للترجي بن عثمان وممتازه ممتازه جدا من خالد بن سليمان. 14-8. كرة حاضرة معناتها كرة حاضرة كان جاهز خالد بن سليمان يحب الكرات هذا على مستوى الشبكة. هذه الإعادة والإرسال للترجي الرياضي. محمد بن يوسف ينفذ الإرسال. توسيع والكرة نقطة من سلاح الطرابلسي. النقطة 9. شوفوا سلاح الطرابلسي يلعب مجهوده يلعب اختار يعني آخر الميدان وسجل النقطة والإرسال عند قصي بن سالم. قصي ما يعديش كرة يدخل لتنفيذ الإرسال. قصي بن سالم يرجع الليبيرو عمر الغراب والإرسال عند الترجي الرياضي بن عثمان. محمد علي بن عثمان ينفذ الإرسال والكرة من القليوي وجدار السد ثنائي. ترجع الكرة من جديد تضرب في جدار السد والنقطة داخل الميدان. النقطة 10 مقابل 15. منطلق على طريق فراس الشابي رقم 14 اتحاد النقل. فراس الشابي اللاعب اللي خذا مكانه فراس الشابي في الشوط هذا. الإرسال عند سلاح الطرابلسي. ما تعداش. النقطة 16 مقابل 10. يمشي لتنفيذ الإرسال. العياري هذا اللاعب العياري بالفعل. مهدي العياري. إرسال بالجنب قوي الإرسال. ترجع الكرة استقبال ما كانش جيد والكرة تعود سهلة للترجي بن سليمان ويضرب بوعشير الكرة على جدار السد. ما ثم سوء تفاهم بين اللاعبين ولكن الكرة تبقى للترجي سهلة. ولا من الهجوم من المنطقة الخلفية ترجع الكرة من مهدي العياري ولا هذه المرة بوعشير يعدي الكرة. بوعشير والنقطة 17. لوج على جدار السد وان الكرة بين صوابه على مستوى جدار الصد معناتها وتاتش ربح يعني النقطة بها. هاي شوف الإعادة جد 2 يعمل لك الطون معناها الوقف وبعد حط التاتش لوج على دين البلوك. 17 مقابل 10. هذا هو اللاعب اللي حكينا عليه مهدي العياري لاعب وسط شبكة سنتر بلوك والإرسال بعيدة الكرة. اتحاد النقل يقوم بتغيير المعد. دخل المعد الثاني محمد امين الشعري. محمد امين الشعري المعد الثاني دخل كما دخل في الشوط السابق. اذا يدخل المعد الثاني محمد امين الشعري. ياسين العليوي خرج. القليوي ياسين القليوي. النقطة 11 للاتحاد النقل 11 مقابل 17. والكرة لصالح الترجي. الهجوم يرجعها الليبيرو القربوسلي والكرة ممتازة جدا يعني اللاعب الياس بوعشير قدم الحقيقة مباراة طيبة إلى حد الآن. جنبه عالي يقفز. إرسالات قوية. يسجل في النقاط من مركز 4. يعني يجي في كل مرة يراوغ جدار السد يجي يغالط زاد كيف ملاعبي عنده إمكانيات كبيرة. 18 مقابل 11. تغيير دخول مروان مرابط معد مكان خالد بن سليمان ونقى مكان دخل مكان يوسف بن يوسف. بن يوسف
اذا تغييرات في التشكيله، والجدار السد تتعدى الكره بين الميلادي ورسم واللاعب الياس بوعشير. الكعبي يحاول باش يشارك يعني اكثر اللاعبين عنده يدور. شوف الاعاده والنقطه لاتحاد النقل، جدار سد كان ثنائي، وهذا الارسال لاتحاد النقل على توسيعه من المرابط والنقطه للترجي. يدخل اذا مروان المرابط، ودخل كذلك حمزه نقا، واحد من النجوم بصراحه نتاع الكره الطايره التونسيه. هذا اللاعب القوي جدا، يعني في جميع المستويات يلعب مركز 2 ولكن قادر يلعب حتى مركز 4. يلعب وقوي على مستوى الارسالات وكذلك على مستوى التسديدات الساحقه. ولاعب يعني وقت تلوج على لاعب باش يسجل لك نقاط تلقى حمزه نقا. نقول لاعب يعني خلوق، لاعب متربي، يعني تشوفه يعني كلاعب ما تسمعش حسه، وقاعد يعني فايد يعني فريق الترجي. اذا وقت مستقطع، وال 19 مقابل 12، 7 نقاط فارق تقريبا كما الفارق سي منصف الشوط الاول. بدينا بسبعه وكملنا وصلنا حتى ل 10 نقاط و11 نقطه في الشوط الاول كفارق. توا 19 12 7 نقاط فارق. 7 نقاط فارق اي لصالح الترجي التونسي، والارسال لصالح الترجي. التغييرات على مستوى التشكيله، والارسال عند بوعشير هذا اللي كما قلنا ارسالاته صعبه، ولكن هذه المره بعيده الكره، بعيده الكره بدون تركيز. هذه المره بدون تركيز. لا هو جاب قبلها كان يعني الدوران نتاعو 4 نقاط يعني متواصله. توا يعني الارسال كان قوي لكن طويل. الارسال الان عند الموزع محمد امين الشعري، وكيف يخفق 20 مقابل 13. رجعنا ل7 نقاط. رجعنا 7 نقاط فارق في هذه المباراة. أمامكم الميلادي نبيل الميلادي في تنفيذ الإرسال. هذا الإرسال موجه نتاعو. ترجع الكرة للتوزيع والممتازة من جدار السد، ولكن خارج الميدان. نقطة من اللاعب سلاح طرابلسي. النقطة 14 مقابل 20. فريق يعني على مستوى التكوين ممتاز جدا. اتحاد النقل ديما يخرج لنا ملاعبيه ممتازين، والعمل القاعدي هذا جدار السد ينجح. سلاح الطرابلسي ومعاه كان ثنائي قصي بن سالم ينجح اذا. والنقطه لصالح اتحاد النقل امام محمد علي بن عثمان. اذا النقطه 15 مقابل 20. ويمشي قصي بن سالم ما ينجحش، ما تعداش الكره، او لا مش قصي، هذه رسم مقصوده. رسم مقصوده يخفق في الارسال. 21 مقابل 15. حمزه نقا الان. حمزه نقا ينفذ الارسال مباشر، نقطة مباشرة، ارسال مباشر من حمزة نقا. إذا النقطة 22. النقطة 22 مقابل 15. حمزة نقا أكثر لاعب عنده مشاركات دولية سي منصف في المنتخب، يعني في الألعاب الأولمبية. شارك في 2012 و2021. كذلك في كأس العالم شارك. يعني الورقة صفراء لاعب اتحاد النقل بصفاقس رقم 7 طرابلسي. سلاح طرابلسي يمكن احتجها الحكم على الكرة، على الكرة الأخيرة. هذه المرة غلط ارسال يعني لوب هذه المرة 23 مقابل 15. هاي نرجع من بعد نكمل معها حمزة نقا ونرجع للأرقام وللمشاركات نتاع هذا اللاعب. شفتوا المرة هذه غلط الجميع، ما لعبش الارسال القوي، قصير، لعب القصير، وهذا المرة قوي ولكن ما تعداش. إذا 23 مقابل 16. 7 ديما 7 فارق.
ولكن قربنا من نهايه الشوط هذه المره، زوز نقاط فقط. الشوط الثاني يعني الترجي في اتجاه نحو الفوز اي بالشوط الثاني. هذا ارسال عند اللاعب رقم 11 بالنسبه لي هو قصي بن سالم، والكره ترجع للترجي. ترجع الكره بنقطه 24 ونقطه الشوط، نقطه الشوط 24 مقابل 16. الشوط الثاني، الشوط الثاني تقريبا زوز اشواط في 45 دقيقه او اقل، 45 دقيقه نقولوا زوز اشواط. يعني الحقيقه فماش تنافسيه كبيره، فماش نديه معناتها، فماش تنافسيه كبيره بالحق. تلعب قدام فريق عنده تجربه. الترجي بطبيعه الحال يعني بشغلته برشا اللاعبين اتحاد النقل. هذه كره اذا بعد ارسال بن عثمان ترجع لصالح الترجي الرياضي. حمزه نقا يضرب والكره ترجع مره اخرى، لكن النقطه للترجي الرياضي وانتهاء الشوط 25 مقابل 16. انتهاء الشوط الثاني لصالح الترجي. شوط اول ب 10 نقاط فارق 25 ل 15، والشوط الثاني بتسع نقاط فارق 25 ل 16. يعني النسخه المطابقه كما الشوط الاولاني كما تقريبا الشوط الثاني. الترجي قاعد يجاري في اللعب معناتها ماهوش. اتحاد النقل قاعد يحاول يجهد في نفسه، يحاول باش يلعب، لكن ثم ساعات يعني الفوارق هي اللي تفرق بين الزوز فرق بعدها، خاصة على المستوى الفني بطبيعة. لاعبية عندهم خبرة. وانا كنت نحكي على حمزة نقا قلت عنده 7 مشاركات دولية. من اكثر اللاعبين اللي عندهم مشاركات دولية، مرتين في الالعاب الاولمبية و مرتين في بطولة العالم او في كأس العالم مرتين، و3 مرات في بطولة العالم. يعني سبع مشاركات دولية بالنسبة لحمزة نقا. هذا اللاعب اللي قلت نجم من نجوم البطولة التونسية في الكرة الطايرة. وانا نحكي عن نجوم حبيت نرجع سي منصف واللعب متوقف. وقفنا في فترة السبعينات والثمانينات لبوصرصار معناها ولي ميلادي. ومن بعد تجي وغازي قوبعة كذلك المدرب اللي كان معنا منذ قليل، كان في اتحاد النقل كان في اتحاد النقل مدرب النادي الصفاقسي الحالي. ثم فترة من 90 لل 2000 فترة منصف بالعايبس اللي هو سيادتك وسي محمدي القرقني، محمد بن مصطفى شهير حمدي القرقني. احنا كنا زاد كيف انا وحمدي القرقني في تاع 72 73 74 زاد كذلك في الاتحاد النقل بصفاقس. اول بطوله خذيناها كلاعبين موجودين. بالطبيعه مش نسميو الاسماء الكل، ولكن نذكروا كذلك عاطف لوكيل اللي كانت عنده تجربه مع سي محمد طرابلسي البحري، محمد طرابلسي البحري، انور تورقي ابن الاتحاد النقل بصفاقس. يعني اسماء كبيره جدا خرجتها هذه المدرسه العريقه. وديما نرجع ونذكر الساده المشاهدين انه فريق اتحاد النقل بصفاقس في الموسم الماضي سيطرة كلية على مسابقات الشبان، المراحل السنية. المراحل السنية الكل، يعني توج باللقب في كل الأصناف الشابة، في الأواسط والأصاغر والمدارس والبنجماء، وثنائي على مستوى الأواسط. يعني عمل كبير على رغم اللي راهو قلة الإمكانيات، رغم قلة الإمكانيات وساعات عنده مشكلة في القاعة الرياضية زاد كيف وقت تصب الامطار وتصب واحد ما عندهمش تدريبات مشاركين معناتها. تصور انت وكان عندهم قاعه خاصه بالاتحاد النقل يكون يعني افضل بكثير وكثير. ربي يحن وربي يفتح عليهم باش يكون عندنا قاعه. هذه حابين نعطيكم فكره طبعا عن هذه المدرسه العريقه في الكره الطايره اليو اس تي اس. يرجعوا الملاعبيه الان الترجي الرياضي التونسي بطل تونس 8 مرات. تغييرات وقع تغييرات بالنسبه لاتحاد النقل بصفاقس. كيف الترجي خرج خالد بن سليمان، دخل معد مرابط. يعني هو كاساسي مع نفس الفريق منذ نهايه الشوط الثاني الحقيقه قعد غاديك. اذا قلت يرجعوا زوز فرق للميدان. الترجي الرياضي بالتغييرات اللي قام بها حتى النقل واتحاد النقل كذلك بقى رقم 14 اللاعب فراس الشابي موجود، معد كذلك مكان ادم بن جمعه. المعد الشعري بقى، طرابلسي موجودين الزوز عزيز وكذلك سلاح زوز اخوه. والارسال لصالح عن طريق بن جامع. ترجع الكره بنقطه. اذا بن جامع كذلك موجود في السداسي نتاع الشوط الثالث. بداو الكره الاولى الترجي بايب
عن طريق بوعشير. النقطة الأولى النقطة للترجي الأولى للترجي 1-0. والإرسال عند المرابط، مروان المرابط الموزع الثاني اللي دخل كيف عنده خبرة زاد كذلك. خبرة مروان كبيرة. مرابط لعب في عدة أندية، في النجم الساحلي، لعب في النادي الصفاقسي، لعب لمدة سنوات، أو نلقاه في الترجي. النقطة الثانية 2-0. والكرة لصالح اتحاد النقل، التوزيع من شعري والكرة خارج الميدان. النقطة للترجي الرياضي كانت من سلاح طرابلسي. مروان المرابط أمامكم، دخل منذ نهاية الشوط الثاني كموزع. كرة ما تعداش متاع الشعري المرابط في التوزيع، والكرة ترجع من ليبيرو الفريق عمر الغراب. والنقطة لاتحاد النقل الأولى في هذا الشوط الثالث عن طريق الطرابلسي. طرابلسي يعني هو اللي رقم 7. سلاح طرابلسي. سلاح طرابلسي. هو هذه الكرة تضرب على جدار السد وتخرج 3-1. و خوي شقيق هذا اي يسجل الثانية 3-2 أو 2-3. إرسال مباشر. إرسال مباشر من عزيز طرابلسي. عزيز طرابلسي يبقى في الإرسال، يلعب الإرسال ولكن خارج الميدان. هذه المرة خارج الميدان. 4-2 للترجي. 4-2 للترجي. هل ستتواصل السيطرة بالنسبة لهذا الموسم بعد 8 مواسم متتالية، أم سيكون هناك تنافس في الأدوار القادمة، يعني في المرحلة نتاع الدور النصف النهائي والنهائي؟ وتصور ان التنافس يعني يظهر في الاربع فرق اللي باش ترشح دور نصف النهائي. دور نصف النهائي باش نشوفوا يمكن هذاك الاول مع الرابع والثاني مع الثالث، باش نشوفوا مستوى، باش يخرجوا لنا يعني بعد اللقاءات. الناس الكل تلعب على الوقت الحاضر البلاي اوف هذوما، على 4 مقاعد، على الاربع مواقع الاولى. هذا ارسال والنقطة الخامسة لصالح الترجي الرياضي. 5-3. 5-3. والارسال العياري، الارسال لاعب مهدي العياري اللي شفناه منذ نهايه الشوط كذلك الثاني، لاعب شاب عنده امكانيات جيده. والجدار السد خلاه المدرب خلاه يواصل زاد كيف باش يكسب الخبره اكثر ويلعب خاصة في لقاءات ما فيهاش برشا معناها ضغط عليهم، ما فماش ضغط، فماش برشا تنافس. وهو امكانياته اللاعب باش يشوف نفسه باللاعب، راهو باش يشوف مستواه وعلى طريق المقابلات واللعب. هذه نقطة من جدار السد الميلادي. والنقطة السادسة الارسال، يخطئ في الارسال هذه المرة مهدي العياري. والنقطة الرابعة لاتحاد النقل. 4-6. يمشي اللاعب فراس الشابي لتنفيذ الارسال. فراس الشابي ما تعداش الكرة. 7-4. ننتظر تنفيذ الارسال من محمد بن يوسف. محمد بن يوسف، ارسال هجومي بالفعل قوي. ترجع الكرة من ليبيرو، والنقطة تجي من لاعب آدم بن جامع. النقطة الخامسة لاتحاد النقل. تنفيذ الارسال، ارسال كذلك هجومي، لا موجه. الكرة مرابط في التوزيع، والكرة من نقطة لاتحاد النقل. كانت من محمد علي بن عثمان في المرة الأولى. تواصلت العملية والنقطة لاتحاد النقل. 6-7. الإرسال قصي بن سالم يلعب الإرسال الموجه مرابط في التوزيع، والكرة من محمد بن يوسف قوية. النقطة الثامنة. 8-6.
فرصه لهشام الكعبي باش يغير باش يدور يغير لاعبين. ويشارك. وهشام الكعبي الحقيقه زاد مدرب عنده بالماريس قويه، ومعناها لاعب عنده خبره كبيره يعني كلاعب بالطبيعه، يحاول الان يوظفها الخبره نتاعو في الميدان التدريبي كمدرب. كمدرب 7 مقابل 8 صراحه يعني قاد ناجح لحد الان، يعني قاد ناجح مع الترجي هذه. عنده معناها عديد المشاركات الافريقيه والعالميه مع الترجي ومع المنتخب، مع الترجي الافريقيه ومع المنتخب المشاركات العالميه، ولاعب كذلك عنده تتويجات كبيره. يعني بطوله تونس 12 مره متوج بها هشام الكعبي، هو متوج ب10 كؤوس، هذه تتويجات محليه اضافه الى التتويجات طبعا الخارجيه. بالنسبه لمدرب الترجي النتيجه 8 مقابل 7، والنقطه التاسعه 9-7 9-7 كانت من محمد بن يوسف. محمد بن يوسف بالفعل هو سحب النقطة الأخيرة، الإرسال عن طريق الميلادي، والكرة تسديدة خارج الميدان. النقطة العاشرة. رغم ان احتجاج الاتحاد النقل يقول لك الكرة مست في البلوك، تاتش بلوك، اما هي كرة برا. 10 مقابل 7، والكرة من شعري يسعد الطرابلسي وجدار السد يرجع الكرة، تعود من جديد من سلاح الطرابلسي والخارج الميدان. رغم ان اعداد جيد من الشعري، اعطى كرة الخلفية، كرة خلفية بالفعل. شوفوا الإعادة، كرة خلفية، شوف بدون بلوك، حتى كرة لبرا. اختار هذه اخطاء فردية هذه. 11 مقابل 7 نفس الشيء مرة أخرى. النقطة 12، 5 نقاط فارق، والمدرب أشرف بن سالم يطلب تمر الأول بتاعه وقت مستقطع في الأول في هذا الشوط. 12 مقابل 7، يعني تخسر 3 نقاط على بعضهم، 5 نقاط فارق. يعني كي حاولوا تون الاتحاد خلينا من يلعبوا على حد مجهود نتاعهم، يعني في تقريبا زوز مقابلات، وهذا الشوط الثالث يعني هكا ولا في زوز مقابلات ما لمدناش يعني حجم لعب هكا كبير يعني بالطبيعه. نحكي المباراة الأولى نادي صفاقسي مولدية بوسالم، والمباراة الثانية اتحاد النقل الترجي الرياضي، ما لمدناش يعني حجم كبير نتاع لعب كرة طايرة في مستوى كبير معين. تو المقابلة الترجي والاتحاد النقل مفهوم، يعني الرياكسيون اللي باش تعملها اتحاد النقل ولا الترجي جديين في اللعب نتاعهم، ما خلوهمش الفرصة يعني اتحاد النقل باش ياخذوا الاسبقية ولا باش يتقدموا يعني. فهمت هذاك؟ على تشوف بالارسالات يجيبوا نقاط، بالهجوم يجيبوا نقاط، ذاك مجهود الاتحاد النقل. فهمت؟ فريق صغير مازال صغير، وان شاء الله كما قلنا في البدايه، قلنا هما يعني فرحتهم الكبيره اللي ترشحوا دخلوا البلاي اوف، يلعبوا بدون طرف، ويحاولوا ان شاء الله المقابلات الجايه يكونوا احسن من هذه. تلعب مع البطل انت راه مش سهل. اي 13 مقابل 7 الارسال للترجي، والكره عند المرابط في التوزيع، ومحمد علي بن عثمان، والكره ما تعدتش. اي 13 مقابل 8. اعداد قصير على مستوى البايب، الكره اللي كانت ناقصه كانت مش اشوف مش عادي الكره هذه. هي الكره الحكم اشار الكره يعني ما تعدتش. 13 مقابل 8 النقطه الثامنه، والارسال عند اتحاد النقل بن جامع، ارسال قوي، مروان المرابط، والكره من بوعشير. طرابلسي مسيب منطقه الدفاع وداخل يجري الداخل. النقطه 14 اختار الخط بوعشير، اختار الخط يعني ذكي. شوف الكره هذه الاعاده، الكره مختار خط الشامل رقم 7 مقدم زياده فوق الجدار السد، يعني لعب فوق جدار السد، اختار الخط ونجح، وهذا جدار السد ينجح. ثنائي بن يوسف وكذلك العياري ينجحوا ويرجعوا كرة في الميدان. نشوفوا إعادة هذه الكرة بلوك أمام اللاعب فراس الشابي، بلوك يعني متماسك. 15 مقابل 8، 15 مقابل 8 يخرج السلاح الطرابلسي، وكذلك المعد الشعري يرجع القليوي
وكذلك ابراهيم قساره. ابراهيم قساره 5 اللي هو ابراهيم قساره. ابراهيم قساره. اذا الارسال للترجي الرياضي والقليوي في التوزيع. ترجع الكره من بن عثمان واللاعب الياس بوعشير. ثم النقطة من فراس الشابي. النقطة من فراس التاسعة مقابل 15 9 أو 9-15 الاتحاد. النتيجة للترجي والإرسال لاتحاد النقل. يتنفذ الإرسال موجه والكرة يرجعها الدفاع. يحاول وجدار صد مرة أخرى. محمد بن يوسف والعياري ما عندوش حل. ما عندوش حل. الجدار كان متماسك، كان مسكر مليح. اللعب في راس الشابي مرة أخرى. النقطة 16 مقابل 9. هشام الكعبي يغير الليبرو شوية تو نتاعو. هشام الكعبي دخل الليبرو الثاني مكان القربصلي. مالك بن مبروك. مالك بن مبروك. الكرة للاتحاد النقل، ولكن النقطة 10-16 يرجع يدخل الطيب القربصلي كليبيرو بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. استقبال الكرة الأولى وشقير دخل معاه اللاعب شقير زاد كذلك الترجي خذا مكان بوعشير تقريبا. هذه ارسال من قساره قويه الكره ولكن ما تعدتش. كره من ابراهيم قساره. النقطه 17 مقابل 10. شوط ثالث كذلك لصالح الترجي الرياضي التونسي. 10-17 17-10. اي 17-10 والارسال عند الترجي عند العياري. الارسال خارج الميدان. النقطة لاتحاد النقل. النقطة 11-17. تنفيذ الإرسال من فراس الشابي. إرسال هجومي قوي ولكنه خرج موجه. إرسال موجه مش يعني قوي موجه. أما تو وليدو كرة كانت أوت لبرا. 18-11 اذا الكره كانت قويه. هذا حتى هذا عنده ارسالات قويه. قوي بن يوسف. محمد بن يوسف عنده ارسالات قويه. لاعب الترجي الرياضي. شوف يعني نقطه مباشره 19-11. يبقى نفس اللاعب محمد بن يوسف. طيب اوت خذا اشرف بن سالم. طيب اوت الاتحاد النقل بالسفارة. هذا الوقت المستقطع الثاني مجبور نقول لك الارسال قوي جدا قوي رغم المحاوله نتاع فراس الشابي ولكن الكره كانت قويه ما تمكنش من ارجاعها فراس الشابي. النقطه 19 مقابل 11 وشوط ثالث 9 نقاط فارق. ترجي يمشي نحو الانتصار في هذه المباراة. ترجي وقت اللي ياخذ اسبقية يعني مريحة بعيدة. صعيب انك ترجع صعب جدا انك ترجع قدام فريق اللي مازال نقص خبرة معناته ونقص كذا. اذا ينتهي الوقت المستقطع. أي. وتعود المباراة بين الترجي الرياضي ومضيف واتحاد النقل بصفاقس. الترجي عمل زوز انتصارات 6 نقاط واتحاد النقل عنده زوز هزايم 0 من النقاط. وننتظر مباراة اليوم. محمد بن يوسف الارسال القوي يلعب الكرة قوية والدفاع والاستقبال ياخذ الكرة لكن ترجع سهلة للترجي. مرابط في التوزيع والكرة من بن عثمان ينجح. النقطة 20 تضرب الكرة على جدار الصد وتخرج برا. قوية 20 مقابل 11. يبقى محمد بن يوسف على مستوى الإرسال. محمد بن يوسف واحد من اللاعبين اللي اعطوا اضافه، كان انتداب جيد من الاولمبي القليبي لمحمد بن يوسف وكذلك لخالد بن سليمان الموزع
الارسال خارج الميدان 12 مقابل 20. وسليم المباركي كذلك. سليم المباركي من الاولمبي القليبي. الاولمبي القليبي كذلك ملاعبي عنده وسط قدرات الشبكة. كبيره وسط الشبكه طول قامه. طول قامة. ولاعب عنده كذلك حتى على المستوى الفني ممتاز. الكره ترجع بارسال موجه لفريق اتحاد النقل، والكره من مره اخرى ينجح. شوف الخبره، يعني خبره كبيره تاع بن عثمان، يعرف يتصرف في يعرف الكرة. يتصرف ويسجل خبرة نقاط. سنوات أي. سنوات. كما هذا ذكرنا في المباراة الأولى بأمان الله الهميسي نتاع مولديت بوسالم سجل تقريبا كي هكا لاعب نتاع نقاط. أي لاعب تاع نقاط، سجل برشا نقاط بالطريقة هذه، باللوب يضرب على التاتش، يضرب على التاتش، يضرب قول، يضرب الخط، يدور، يعني يعرف شو يعمل بالملعب. لاعب تاع نقاط. 21 مقابل 12 النتيجة الحالية. والهجوم للترجي، ترجع الكرة من الدفاع ولكن سهلة كانت الكرة الأخيرة من أندب بن جامع، يعود يرجعها اتحاد النقل، والكرة قوية. النقطة لاتحاد النقل خارج الميدان، النقطة 13 21 من شقير هو اللي ضرب الكرة هذه اوت من مركز 4. 21 مقابل 13، والكرة لصالح الترجي الرياضي قوية لكن من برا. والنقطة 14 21 تم استباقة. 14-21 ارسال خطأ. اذا النقطة 22 لصالح الترجي، 8 نقاط فارق. ننتظر اذا تنفيذ الارسال. ميلادي نبيل الارسال. نبيل ميلادي نفذ الارسال، والكرة قوية، والنقطة داخل الميدان او مست، لا ثم لمس كرة على مستوى البلوك، اي على مستوى جدار السد، لكن كانت قوية. 15-22. الارسال عند بن جامع، ادم بن جامع. 23-15 اي ما يتعداش الارسال. اذا 23 مقابل 15. والشوط ماشي في ثنية للترجي. صوت عادي جدا، عادي يعني عادي ما كانش حماسي وما شدنيش فيه الحقيقة. مستوى كبير. هذه كرة تجيب نقطة كذلك من فراس الشابي. النقطة رقم 16 23. سفيان شعبان على واحد ارسال. اي سفيان شعبان اللاعب رقم 1 هو اللي دخل نفذ الارسال، والكرة في ميدان اتحاد النقل. النقطة 24 16 نقطة المقابلة. والترجي يعني جاهز مليح. 24-16 على الارسال لصالح الترجي، والكرة تجيب نقطة من اللاعب قصي بن سالم. 24-17. ننتظر تنفيذ الارسال، هذه اعادة لنقطة قصي بن سالم. الارسال لاتحاد النقل، ترجع الكرة مباشرة، والكرة خارج الميدان. ونهاية المباراة، نهاية الشوط 25 مقابل 17، ونهاية المباراة ب3 أشواط مقابل 0. إذا نهاية المباراة ب3 أشواط مقابل 0 لصالح الترجي الرياضي التونسي. نعطيكم نتيجة الأشواط: 25-15، 25-16 و25-17. سي منصف 3 أشواط مقابل 0. المستوى الفني الحقيقة ما كانش كبير في اللقاء. الترجي كانت حاضرة مليح، يعني لكل مفاجآت، يعني لعبوا وقدموا مستوى، يعني المستوى بتاعهم ثابت.
اتحاد النقل يعني ما يتلموش، يعني الهدف نتاعهم وصلوا له على مستوى الترشح للبلاي اوف. فريق صغير قاعد يخدم، وان شاء الله يزيد يستفادوا من المقابلات الباقيه، يزيد يكمل يستفيد. يعني ما يلزمهمش يعني يحشموا من هذه، يلعبوا قدام فريق كبير اللي هو الترجي الرياضي. شكرا اذا، شكرا لك سي مصطفى طبعا في التحليل الفني لهذه المباراه. والان باش ناخذوا راي المدربين. طبعا هشام الكعبي المدرب واحنا كنا نحكيوا عليك منذ قليل، يعني الى جانب البالماريس الكبير نتاعك كلاعب، اخلاق عاليه بالنسبه لهشام الكعبي، دائما موجود معنا في كل اللقاءات. هشام، انتصار اليوم 3 أشواط مقابل 0. كالعاده ترجي مش قاعد يلقى ربما في صعوبات كبيره، خلينا نقول في بعض المباريات، يعني يتعدى يفوز ب3 أشواط مقابل 0. حتى يعني المستوى ما كانش كبير برشا معنا في المباراه، المستوى الفني. نعم. يعطيكم الصحة على الاستضافة وتحية للسادة المشاهدين. الحقيقة احنا كنا متحضرين انه تعرف ديبلاسمون في وسط جمعة وكل شيء، اذا باش ندخلوا بالمونتاليتي نتاعو فاجيري الادفيرسير وباش نطيحوا في الريتم نتاعو باش نلقاو صعوبات. تعرف في السبور لازم كل حد تعطيه حقه وتحضر له بالكدا. حضرنا الادفيرسير بالكدا وكنا معناها وصينا الملاعبيه كانوا باش يعطيو سو دون افون باش ما نلقاوش صعوبات وما نطولوش على رواحنا الماتش، سيرتو كون عندنا ماتش واحد اخر في الفان سيمين. دونك سي بيان. الحقيقه كانت فما ابليكاسيون باهيه، فما سيرتو او نيفو دو سيرفيس معناها اون تري بيان سيرفي، ونا مي الادفيرسير اون ديفيكولتي. زاد كانت لنا فرصه باش دخلنا ملاعبيه صغار واللي ما لعبش واللي دونك سيتي بون اوكازيون باش يلعبوا. الحمد لله 3 بوان بيان ميريتي. ان شاء الله نتعداو اللي بعد ونخمو ديما باش نحاولوا نحسنوا المستوى نتاعنا وديما كيما قلت ما نعطيوش لي زادفيرسير نتاعنا، ما نستسهلوهمش، خاطر نحترموا الادفيرسير باش نلقاو زاد رواحنا محترمين. تشوف شنو ربما المنافسه باش تكون اكبر في المرحله القادمه، يعني وقت اللي نخلطوا للدور نصف النهائي وقتها باش يبداو 4 فرق، تكون منافسه اكبر يمكن من توا. صحيح. هو تو براتيكمون مازال معناها الصحيح مازال ما تلعبش توا، سورتو بالفورميل الجديده نتاع الشامبيونات، كونه بعد البلاي اوف يصير دومي فينال وفينال وتلعب على 5 ماتش. دونك من بعد فما باش تكون السجال غادي وال كيما نقولوا صحيح اللي باش يتلعب فيه التيتر باش يتلعب غادي. دونك هذايا جوست اون كاليفيكاسيون بالنسبه للاربعه اللي باش يكونوا في الدومي فينال. ان شاء الله نكونوا حاضرين في الاخر الباركور الاخراني في الشامبيونات اللي باش يخلونا نكونوا ابطال ان شاء الله. شفناك اليوم حبيت تدور شويه الافكتيف معناها، ولكن يظل اللاعبين الكل عندهم قراب في القيمه، يعني نفس القيمه. اذا معناها ما فماش فروق كبيره بين اللاعبين اللي موجودين الاساسيين ولا الاخرين. صحيح. هذاك قدر لي جرون كلوب، كونه ديما الاحتياطي ما فماش نجم تقول احتياطي 100%. الجوارات لازم يكونوا متقاربين في المستوى باش حتى في لي زونتريمون تلقى النيفو يطلع باش نجم تحسن. اذا يكون فما فوارق كبيره ما بين اللاعبيه تولي النيفو يتيح، وحتى اللاعبيه اللي سوا ديزون اونترون يتيح النيفو نتاعهم، ما يلقاوش دي كونكورونس على البلاصه نتاعهم. دونك اون با انتيري باش يكونوا اللاعبيه فما فوارق كبيره، والحمد لله هذه نعمه في الترجي التونسي. شكرا اذا هشام الكعبي، ان شاء الله بون شونس في بقيه المشوار. شكرا لك، ونتلقاو مره اخرى ان شاء الله في لقاءات اخرى. شكرا اذا اشرف بن سالم مدرب اليو اس تي اس. واحنا حكينا برشا على فريق اتحاد النقل، قلنا احنا اعطينا عنوان للمباراه، قلنا تجمع فريق مكون معناتها كلوب فورماتور بامتياز بفريق التتويجات بامتياز اليوم اللي هو الترجي الرياضي. والله صحيح كلامك، فرق كبير في البوتنسيال نتاع لي دوز ايكيب. حاولنا نعملوا علينا مالغري الحقيقه معناتها اللاعبيه نتاعنا عندهم بوتنسيال خير من هكايا، كانوا نجموا يعطيو خير. بوتيتر الرهبه نتاع الماتش مش متعودين على البلاي اوف، ممكن اول مره من سنين يلعبوا بلاي اوف. ليسبيرونس يزون دوميني لو ماتش سورتو او نيفو دو سيرفيس، معناتها خلونا في سيتوياسيون ديفيسيل برشا، وهذايا ضد حتى لي زادفيرسير اللي اقوى منا قاعدين يخليهم في ديفيكولتي. كنا نجموا نعملوا خير من هكا، نبنيو عليه الماتش هذايا. فما برشا حاجات لازم نصلحوهم ان شاء الله في المستقبل نكونوا خير من هكا. شكرا اذا اشرف بن سالم مدرب الاتحاد النقل بصفاقس. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعه والاهتمام بعد زوز مقابلات في قاعه ريد البجاوي. تحيه لكل الزملاء اللي امنوا هذا النقل المباشر من هذه القاعه سواء كانوا فنيين او مصورين. كذلك تحيه للمخرج سمير العجيمي ومحدثكم حافظ بن عامر. نلتقي ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه.
الى اللقاء في الامان.